بيبدأ فيلمنا بتاع النهارده بنمر اسمه شريخان بيطارد بشر في الغابة، وبيكون موجود شايلة ابنها الرضيع وبيبقى اسمه موكلي. فالنمر بيموت جوزها وبيموتها هي كمان، والنمر مش بيشوف الطفل وبيقعد وحيد في الغابة، وبتبقى قاعدة جنبه حية كبيرة اسمها قاب تحميه. وبعد كده بنشوف نمر اسود اسمه باجيرة بيشوف موكلي وبيستغربه وبياخده وبيروح بيه على قطيع الذئاب، ولما بيطمن انه امان بيمشي. وبتطلع الذئاب الصغيرة وبتقعد تتفرج على موكلي وبتستغربه، وبنلاقي امهم خرجت وبيبقى اسمها نيشا وبتستغرب من وجوده وازاي وصل لهنا. وبيطلع جوزها هو كمان وبيقول لها انه اول مرة يشوف البشر من قريب كده، وان هم قد ايه صغيرين ومفيش منهم خوف. وبعد كده بيوصل الضبع وبيشوف الطفل، فالام نيشا وجوزها بيقفوا له، والضبع بيمشي علشان يوصل المعلومة دي لشريخان. فنيشا عشان تأمن موكلي بتروح لرئيس القطيع بتاعهم وبيبقى اسمه أكيلا، علشان أكيلا يحميه من شريخان لما يجي يهجم عليه.